هذا الترزي قاعد يفصل كده في المجتمع، يعني بيقص كده في المجتمع زي ما هو عايز ولا ايه؟ ماسك المقص وشغال واحنا سايبينه كده. يعني زميلتنا كانت هناك والراجل جالنا هنا مره وراح مع محمود سعد مره وطلعت ما اعرفش فين تاني مره وراح يعني لف وقعد يفصل لنا الحاجات في اطار عمله. معاه بكالوريوس تجاره باين ولا ايه كان معاه، مش فاكر كان معاه ايه. هيئه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في مصر يقودها ترزي، واحنا سايبين الامور كده واخدينها يعني بارتياح او بنوع كده من يعني من الضحك كده بالهزار. ايه يعني هيعمل ايه يعني؟ لا، ما مش ايه يعني هيعمل ايه؟ ده ما حدش يساله. غاوي شهره، ماشي غاوي شهره، طب وبعدين؟ بعد ما هو غاوي شهره هنعمل ايه؟ محدش يوقف الترز ده عند حده يجيب مقص كده ويقص الافكار بتاعته كده ويوقفه؟ محدش. هنسيبه كده؟ مش بقول محدش، يعني بطالب المسؤولين، الدوله، هل ده لا يستحق المساءله؟ كل واحد عمال يعمل حاجه خلاص بنسيبه. انت مش استدعيتها هتقولي راجل؟ استدعي برضه هتقولي مقص ده شغال، هتقولي مقص ده شغال، استدعوه قولوا له انت بتعمل ليه كده؟ مين الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في البلد؟ ما الناس اللي يعني الحمد لله رب العالمين ده ارقى مجتمع. صحيح فيه مشاكل وفيه اعباء وفيه يعني حاجات في دماغنا عايزه تنظف، ماشي، بس مش هنستنى هيئه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. الازهر اين انت؟ الازهر كمان مره اين انت؟ سبت هاتولي راجل دلوقتي بقى ملء السمع والبصر في الفضائيات وشغال وهيعمل برنامج واهي كمان شويه هنلاقي هاتولي مقص ده شغال. السيد عمر مرسي، السيد محمد عمر مرسي، هذا الشاب ده خريج تجاره زي ما كان كتب زميلنا محمد فتحي قبل كده، وبيقول انه محمد فتحي بيقول انه اي شاب في مصر زي الاستاذ عمر محمد مرسي بيتخرج من الجامعه بيستنى انه يتعمل معاه بعض الامور. انا واحد من الناس، عشان حضراتكم بس ما تتخموش في تقولوا ده الناس دي بتعرف، يعني انا مثلا اعرف مسؤولين ولا اعرف بتاع، فانا عندي ناس في العيله مش متعينه، وناس مش عارفين يشغلها، وناس بلدياتنا برضه مش عارفين نعمل معاها حاجه، وناس واقف حالها بقى لها اكتر من 3 سنين، يعني عندنا مشاكل كتيره جدا زي المشاكل اللي عند حضراتكم، واستحاله ان احنا نتخطى القانون. في ناس كتير جدا برضه يعرفوا ناس بس مش عايزين يتخطوا القانون. الاستاذ عمر محمد مرسي او الاخ عمر محمد مرسي كل شويه يتحفنا بحاجه، كل شويه، ويبدو ان هو من احد الادوات المثيره للجدل في البلد في الوقت ده. يعني اما يلاقوا الجو هادي يروحوا مدخلين لنا الاخ عمر ده، سي عمر ده كل شويه نلاقيه في كل حته. والحقيقه انا كنت يعني مش ضد، لكن ما كنتش متفق مع زميلنا يوسف الحسيني قبل كده ان هو بيتكلم عليه وبيهاجمه الموضوع، بيتكلم وخلاص، سيب عمر ده يتكلم وخلاص. لكن اكتشفت انه هذا الشاب ينقصه اشياء كثيره جدا. والحقيقه انا بسال الرئيس محمد مرسي، هو حضرتك لو قلت لابنك اسكت مش هيسكت؟ حضرتك لا تعلم ان ده ابن رئيس الجمهوريه، وانت في دوله انت بتقول ان انا جيت بالصندوق، فاحنا دوله ديمقراطيه، وبالتالي على ابنك انه يسكت، ملوش علاقه بالكلام اللي بيكتبه ده، لان الكلام ده مسيء لحضرتك اكتر ما مسيء ليه هو.
وبيدخل نفسه في قضايا هو مش قدها، مش بتاعته. لكن أفاجأ إن هاجم عمر نجل الرئيس محمد مرسي، ده امبارح الكلام ده، عدد من الإعلاميين منتقدا دعمهم لرجل الأعمال نجيب ساويرس وتكتمهم على فضائحه على حد قوله. وأضاف على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي إنه هو بيتهم نجيب ساويرس إنه سرق من قوت الغلابة 16 مليار جنيه. يقوم رجال إعلامه يتكتموا على فضيحته اللي بقت بجلاجل. أولا 16 مليار دي معرفش هو جابها منين. وتابع تلاقي بين قوسين كده كتب اسم زميلة عزيزة، تلاقي فلانة الفلانية بتاعت حملة جمال رئيسا تدافع عنه، لو ايه تصفه بحامي مدنية الدولة المصرية. وتلاقي المنافق موظف الأون تي في اللي نجيب مشربه شاي بالياسمين لحد ما بقى بكرش، ومن هم على شاكلتهم يتكتمون عليه. تعرف ان دي للكلب عمره ما يتعدل ابدا على حد قوله. وقال بقى ايه الاخ عمر مرسي؟ بجد شويه خرفان. خلي بال حضراتكم، ده ابن رئيس الجمهوريه، بجد شويه خرفان. ربنا ينتقم من سحرة فرعون اللي مضيعين البلد، وجزائهم آتي في الدنيا وفي الآخرة لهم عذاب أليم بإذن الله. وهو بيتكلم عن انه قدم الصورة اللي قدام حضراتكم دي. اولا دي صورة أسامة مش صورة عمر، عشان ما نظلمش الولدين. يعني ده صورة الكبير، ده صورة أسامة. يعني كل شوية بقى لنا فترة كده زي ما قلت لحضراتكم عمر بيطلع علينا بكلام ملوش لازمة انه يتحكي وملوش لازمة انه يتكتب. ويبدو ان هو لحد دلوقتي مش مصدق ان هو ابن رئيس الجمهورية، ومش مصدق انه والده رئيس جمهورية. وهي دي الكارثة والطامة الكبرى. والكلام سيادة الرئيس قول لابنك اسكت، فعلا لازم يسكت، لانه هو كمان بيزيد يعني الشقاق بينك وبين الشارع بكلامه ده. هو مش من حقه انه يقول ده. اي ابن رئيس جمهورية في اي بلد في العالم بيتدارى، بيسكت، بيبعد. ولو كنت انت حضرتك عايز تكرر ما سبق فهتبقى المسألة هتبقى وبال. يعني زميلتنا في صحيفة المصري اليوم كانت الدكتورة غادة شريف كانت كتبت موضوع من كام يوم عن ولاد حسني مبارك وولاد جمال عبد الناصر. انتوا بتشوفوا ولاد جمال عبد الناصر تختلفوا تتفقوا مع السياسات، لكن في ذوق عند ولاد جمال عبد الناصر. ولما جه ولاد حسني مبارك كنا والسادات قابلوا جمال السادات في اي مكان، قابلوا ولاد السادات في اي مكان، كلموهم في التليفون. زوجة الرئيس السادات الله يرحمه كلام. تفاجأ انه شغالين بقى رغي ولت وحك في هذا الموضوع، وكل حاجه بيجي بيحلقوا عليها. دول ولاد الرئيس مرسي دلوقتي، وكل فتره نيجي نلاقي الكلام داخل في سكه تانية. وبعدين انت حتى في شغلك او في الكلام اللي انت بتقوله امبارح على شبكه التواصل الاجتماعي، انت مال نجيب ومال موضوع الضرايب. الضرايب دي خاصه باخوات نجيب مش بنجيب. لو انت حضرتك عايز تفهم يعني دول خاصه باخوات نجيب. ومن الناحيه القانونيه انت برضه حضرتك لو بتقرا كويس ولو بتتابع كويس ولو شايف الامور كويس، ارجع لما قال زميلنا الاستاذ احمد سيد النجار في الاهرام الاسبوع اللي فات، واقرا كويس شوف الموضوع كان ماشي ازاي. واخد بال حضرتك؟ ومش معنى ان انت سمعت حاجه فانت ماشي وراها. والكلام كان على 14 مليار، حضرتك دلوقتي بتتكلم على 16 مليار، بكره ممكن تكتب على 20 مليار. موضوع نجيب ده سيبنا منه وخليه على جنب عشان ده مش موضوع، لكن موضوع يخصنا انا كاعلام شويه خرفان. احنا شويه خرفان، احنا
ده انا كلمه خرفان دي لما بسمع حد يقولها والله العظيم ببقى متضايق جدا لما بيقول عليا حد شويه خرفان. طالما حضرتك بتوصفنا ان احنا شويه خرفان فانت راجل معزه. واخد بال حضرتك؟ لان ده مضر بينا احنا، ده مسيء لنا احنا، ده في اطار شغلنا احنا. فليه توصفنا ليه ان احنا خرفان؟ ومين هما شويه الخرفان؟ ومين هما اللي بيشربوا شاي بالياسمين؟ ومين في حاجات كتيره قوي، استفسارات كتيره قوي تتقال على الكلام اللي انت كتبته ده. ومش هقدر اقول لك بقى اعتذر وما تعتذرش وقول وما تقولش، مش هقدر اقول لك كده، لانك انت دائم الاساءه في كتاباتك، ودائم الاساءه في تعليقاتك، ودائم الاساءه في اي حاجه انت بتخش فيها. ولو كنت حضرتك فاكر ان انت دخلت القابضه للمطارات ورحت القابضه للمطارات وتم قبولك بصفه قانونيه، طب ما حضرتك اشمعنى انت الوحيد اللي تم قبولك بصفه قانونيه؟ وكتير آلاف وملايين من الناس بتروح تقدم في وظائف وبتبقى متخرجه السنه اللي فاتت والسنه اللي قبلها، وبقى لهم ناس يا راجل من 2004 نفسهم يتقدموا في وظائف حكوميه ومش عارفين يتقدموا. في ناس في الاستوديو بيقولوا لي بقى لهم 13 سنه، اخواتهم بقى لهم 13 سنه عايزين يتقدموا في وظائف مش عارفين يتقدموا. وراضيين وخلاص وبيقولوا ربنا يسهل وشغالين بالقطعه هنا مره وبالقطعه هنا مره وبالقطعه هنا مره وشغالين. وحضرتك لسه متخرج وشايف ان ده من حقك. من حقك ازاي؟ انت في النهايه الكلام او المؤهلات اللي حضرتك حصلت عليها لا تليق ابدا انك انت عامل الهليله اللي انت عاملها ديت، وانا رحت القابضه للمطارات وجبت انت مش فلته من الزمن يعني، مش عجبه بالعجائب يعني، مش حاجه جامده قوي عشان تخلينا نقول والله ده انت يعني لازم تتعين. لا ابدا. ولو انت ابن رئيس وفعلا حريص على ان ما حدش يتكلم وما حدش يشتبك مع الرئاسه بخصوصك، ابعد ما تتكلمش. وبعدين رايح مره تقول لي او اخو حضرتك مره مع الزميل معتز الدمرداش بيقول انت اتعرض عليك 80,000 دولار في الشهر عشان تشتغل. 80,000 دولار اتعرضوا عليك عشان تشتغل فيهم وتاخد 80,000 دولار في الشهر. ليه؟ ده 80,000 رجل الأعمال اللي عرض عليك 80,000 دولار ده لازم تقول عليه، لازم تكشف عنه، لأنه هيديك 80,000 دولار ليه؟ يعني هيديك وأنت ابن رئيس الجمهورية ولا هيديك عشان أنت اسمك عمر محمد مرسي؟ ولا أسامة اللي كان ياخد الفلوس؟ الأستاذ أسامة اللي بيقول المهندس، وحضرتك محامي كمستشار قانوني هيديك 80,000 دولار؟ ما سألتش نفسك يا أستاذ أسامة ليه هيديك 80,000 دولار؟ ليه؟ لو انت مش ابن رئيس الجمهوريه كان حد هيعرض عليك حتى 800 جنيه. يعني المسائل برضو يعني ايه 80,000 دولار؟ يعني طبعا شكرا لحضرتك ان انت رفضت، لكن قول مين رجل الاعمال اللي قال لك تاخد 80,000 دولار ده. ولازم حضرتك تفكر ان 80,000 دولار دول كانوا هيعرضهم عليك ليه؟ لكفاءتك المهنيه ولا عشان انت ابن رئيس جمهوريه؟ استغلالك او استغلال وضع ان انت ابن رئيس الجمهوريه. لازم المسائل دي نحطها في الحسبان. انما وحضرتك يا استاذ اسامه وانت بتطلع في الاعلام وبتتكلم كلام الحقيقه يعني مش مثير زي اللي بيكتبه اخوك، قول له عيب كده، عيب خرفان وبتاع وديل الكلب. دي الكلب مين يا ابني بس؟ دي الكلب مين؟ انت مش يعني لازم تعي انك ابن رئيس الجمهوريه، ابن رئيس الجمهوريه، ابن رئيس الجمهوريه. اقول لك ايه تاني؟ صدق ان ابوك بقى رئيس جمهوريه وانت ابنه. احنا خلاص مقتنعين ان ابوك رئيس الجمهوريه وان ربنا يساله ويأدي الفتره الاولانيه، ولو نجح في انتخابات ثانيه بيأدي الفتره الثانيه وهكذا، لان دي ديمقراطيه. لكن مش كل شويه تفقع مرارتنا، مش كل شويه تطلع لنا بكلام. هو انت يعني متوصي علينا كده انك انت كل شويه تطلع وان انت ابن رئيس جمهوريه تعمل لنا مشاكل؟ استاذ اسامه احنا ما بنكلمش اخوك بس بنكلمك انت، لان انت الكبير بقى. ارجو خلي اخوك يلم الدور، خلي اخوك يلم الدور. والكلام بتاع الخرفان وسحرة فرعون وشايب الياسمين وديل الكلب. ايه ديل الكلب دي؟ مين ديل الكلب؟ مين؟
ده كلام يكتبه ابن رئيس الجمهورية؟ والله العظيم دي لو في دولة محترمة، وأقسم بالله، وابن رئيس جمهورية أو بنت رئيس جمهورية أو حد قريب من رئيس الجمهورية يكتب هذا الكلام، مش عارف كان يحصل إيه معاه. ثق إنك ابن رئيس الجمهورية، واستوعب إنك ابن رئيس الجمهورية، والقريبين منك يقولوا لك اهدى بقى واسكت، بلاش اللي انت بتعمله ده، لأن ده في النهاية مسيء لرئيس الجمهورية. بعد الفصل.